يلا بينا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. وما تنسوش احلى لايك واشتراك في القناة. نعمل بقى النهاردة المحشي. نزلت بالزيت وعليه بصل، وهنزل عليه بالبهارات ملح وفلفل وبابريكا ومرق الدجاج، وهقلب مع بعض لحد ما البصلة تحمر. اول ما بتحمر معايا هنزل عليها بطماطم مضروبة في الخلاط، بطماطم مضروبة، وهقلبها شوية واسيبها لحد ما تتسبك، وابدأ اعمل الفراخ. حلة على النار فيها زيت، هنزل فيها بملح وفلفل وكمون وبابريكا وجنزبيل وورق لورا وعود قرفة. هقلبهم وانزل عليهم ببصلة، هنزل بعد كده عليهم بطماطم متقطعة واقلب. بعد كده هنزل عليهم بالفراخ، غسلها بملح وغسلها بدقيق وغسلها بجنزبيل، بيشيل الزفارة، بيخلي الفراخ تحفة. الجنزبيل من الحاجات اللي بتشيل اي زفارة في الفراخ، بيبقى حلو قوي. وحتى لو لزق على جلد الفخوة كده كده بيخليها في حتة تانية، مخليش فيها اي زفارة. واقلبهم وانزل اشوحها شوية، تنزل ميتها، وبعد كده انزل عليها بمية واغطيها واسيبها تكمل سواها. هنا عندي الطماطم اتسبكت، هنزل عليها برز مغسول، كوبايتين رز مغسولين. انا كانش عندي خضار، عندي فروزن مخزنه اصلا، كانش عندي فريش، فحطيته كزبره وشبت وبقدونس. وهنقلب لحد ما تشوح الرز وياخد كله من الصلصه، كله يمتزج مع بعضه كويس. خلي بالنا. هنا جبت الحلة، حطيت فيها طماطم وفلفل في الارض وشوية زيت، وبعد كده حشيت المحشي. هنزل بكام معلقة صلصة كده على الوش، ومكعبين مرق على الوش برضو. ما تقلقيش، ما بيلزقش خالص ولا طعمها طبعا، كده كده الشوربة بتدوبه يعني، عشان ما حدش يقول انت ما دوبتوش بره، لا عادي. وانزل عليهم بالشوربة بتاعتي تكون سخنة. لو الشوربة بتبقى سخنة بتخلي المحشي معاكي مستوي وزي الزبدة ما شاء الله يعني. غطيها واسيبها. هعمل بقى لسان عصفور، كوباية لسان عصفور، هنزل فيها في الزيت واقلب. طبعا كده دلوقتي